ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الباراجراف بتاعنا هنتكلم عن كلاس روم اوبجكتس. ايه هي الاوبجكتس الموجوده في الكلاس روم؟ ايه الاشياء اللي ممكن تكون الكلاس روم بيحتوي عليها؟ طبعا اي كلاس روم هيكون فيه بورد، سبوره التيتشر بيستخدمها عشان يشرح عليها، مثلا اكسبلين عليها الليسن، الدرس. بالاضافه لكده انا هتكلم او هخصص، طبعا اكيد فيها ديسكس الستودنتس طبعا سيت داون عليه. انا النهارده بقى هتكلم بالذات على التكنولوجيا اللي موجوده في فصلي. فهبدا اقول لك ان من اشكال التكنولوجيا الموجوده في الفصل الكمبيوتر. بيكون في كمبيوترات مثلا عندنا بنستخدمها علشان نقدر ان احنا نتصفح مثلا موقع على الانترنت، ويب سايت معين عشان نجيب منه انفورميشن. بيكون عندنا في الفصل سمارت بورد. يعني ايه سمارت بورد بقى؟ كمان اللي هي معناها سبوره ذكيه. ازاي؟ دي موجوده في الثانوي، اللي هي بتكون شاشه كده وبنعرض عليها المعلومات بدل بقى ما نقعد نكتب. فهقول لك كمان ان انا بيكون عندي سمارت بورد في الفصل. بالاضافه لكده عندنا برينتر، طبعه. الطبعه دي بنطبع عليها اي حاجه احنا محتاجينها، اي ورق بنكون محتاجينه. وهقول ان انا كمان بيكون معايا موبايل فون، ولكن طبعا مش بستخدمه في المدرسه. وطبعا هتقولي ميس طب ايه علاقه دوت بالكلاس روم اوبجكت؟ انت بتتكلمي على الفصل بس. هقول لك ماشي، ما انا ممكن يعني اطلع افكار تانية ليها علاقه بالموضوع اللي بتكلم فيه. وبعدين ايه يعني انت بتعمل كده عشان ايه؟ تدي لنفسك جمل، او تحط في النص جمل وفي الاخر ترجع للموضوع الاساسي بتاعك عادي خالص. يعني ممكن اطلع من الموضوع، ممكن في نص كده تطلع من موضوع تتكلم عن حاجه ليها علاقه بالكلام اللي انت بتقوله، وبعدين تطلع تاني وتخش في موضوعك الاساسي، مفيش مشكله. وابدا اقول ان الكمبيوتر طبعا بستخدمه في الكمبيوتر ليسون، في درس الكمبيوتر، وطبعا انا بقعد ايه؟ اتصفح عليه. انا كده اديتك افكار. دلوقتي بقى هنخش او هنعمله مع بعض. يعني انا كتبته، تعالى بقى نعمله مع بعض. انت طبعا افكارك معاك. طبعا تاني انا للفيديو التالت بقولك انا مش بحفظك الباراجراف، انا بس بقولك افكار، وانت تسمع مني بعناية كويس جدا الكلام اللي بقوله، وبعدين حضرتك تبدأ ان انت تكتبه لوحدك. وقلت لك لو في اي كلمة حضرتك مش عارفها دونها عندك، عشان وانت بتستخدم الباراجراف ده تبقى انت عارف الكلمات. يبقى انت مثلا ما يجيش حد يقول لي ميس يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ايه كلمة معلومات؟ انا عايزة اكتب معلومات ومش عارف. طب ما هو انت مش عارفها ليه؟ طب انا اهو بقى هكتبه لك واقول لك اي كلمة مش عارفها اكتبها عندك عشان تحفظها، علشان خاطر تبقى تستعين بيها وانت بتكتب. تمام؟ طيب، اول حاجة اقول لك I'd like to talk about classroom objects. اقول لك انا حابة اتكلم عن ايه، اقول لك اسم الموضوع. بعد كده هقول لك ان our life، حياتنا is going fast، بدأت تبقى سريعة. ليه بقى حياتنا بقت سريعة؟ بسبب التكنولوجيا، because of technology. عايزه اقول ان هي طبعا التكنولوجيا بتساعدنا في ايه. هتقولي ميس انت اصلا احنا عايزين نتكلم على الاشياء اللي في الكلاس روم، ليه اتكلمتي على التكنولوجيا؟ ما انا هقول لك ان التكنولوجيا بقى دي بستخدمها في الفصل بتاعي. يبقى انا جبت حاجه ليها علاقه بحاجه واتكلمت عنها في الباراجراف، ما اتكلمتش عن الاوبجكتس بس اللي موجوده. اول it helps us get information، بتساعدنا نحصل على معلومات easily، بكل سهوله. في الفصل بقى بدات اخصص وادخل في الفصل واقول لك in class we have، عندنا او we often، احنا ساعات كده بنستخدم التابلتس. there are four، بيبقى عندنا four tablets في الكلاس روم، عندنا 4 عشان نقدر نحصل عليهم من اي معلومات احنا عايزينها to get information from them. وبعد كده قلت لك كمان ان عندنا smart board. there is a smart board in class to present، عشان نعرض عليها، عشان نقدم عليها الدرس بتاعنا او الحصة بتاعتنا. there is a printer، وعندنا طبعة to print any paper، عشان نطبع اي ورق we need احنا محتاجينه. حطيت نقطة بعد ما خلصت. قلت لك I have، كمان انا عندي موبايل فون but I don't use it at school، بس انا مش بستخدمه فين؟ في الفصل. في الكمبيوتر ليسون بقى اللي هو حصة الكمبيوتر، وي يوز كمبيوتر، بنستخدم الكمبيوتر هناك طبعا في الحصة ديت. وفي البريك، في الفسحة I look at websites، انا ببص على المواقع for new videos، عشان خاطر ادور على فيديوهات جديدة. وقلت لك I love my school. ميس طب انا ما قلتش ان في بورد عادي؟ ممكن بعد كده تقول ان انت عندك we have board in school، التيتشر يوز البورد دي طبعا to write on it، عشان يكتبوا عليها. واقول لك طبعا بيكون في ديسكس، بيكون في حاجات بنقعد عليها عشان خاطر الستودنتس طبعا sit down on it. بس كده. يعني هو ما كانش كبير. حضرتك طبعا تقدر تزود معلومات اكتر، تقدر تشيل معلومات من اللي انا كاتباها وتحط معلومات من عندك من دماغك تاني. ما بقولكش تحفظه بالنص، ما بقولكش تكتب زيي بالظبط، انا بحاول اساعدك اديك معلومات وان انت تكتب شبهي. بس اتمنى تكون استفدت، واتمنى خطك يبقى حلو وانت بتكتب الباراجراف، ما تخليش كل الخطوط داخله ببعض فمحدش يفهم حاجه. خطك تخليه على السطر، سيب مسافه في الاول. بعد ما بتخلص بتحط النقطة. أول حرف بيكون كابيتال، أسامي البلاد، أسامي الدول، أسامينا إحنا بتكون كلها كابيتال، أسامي الأيام، الشهور،
الاسبوع البنكتويت اللي كنا بناخده طبعا بنستخدمه هنا. خطك يكون واضح، تحذير 100 الألف للمرة الألف. وبس كده، واتمنى تكون استفدت وفهمت، وبالتوفيق ليكم جميعا. وما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. وبس، باي.